السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبالف صحه وعافيه ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما كتمنوا يتقبل منا الصيام والقيام يا ربي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديد، فيديو ديال المسمن بريستيج بواحد الحشوه اللي كيجي رائعه، والاهم انها لذيذه بزاف وكيجي مقرمش وبنين وكيوجد في وقت قصير، ما كياخدش منا وقت طويل، والاهم انه كيخرج لنا كميه وفيره. فخليكم مع المقادير بطبيعه الحال كيف العاده، فضلا وليس امرا ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه باش تصلكم كل ما هو جديد، وتخليو لي تعليق زوين باش يحفزني هكا، وكنتمنى يكون الدعم منكم وتشجيع باش دائما نجيبكم بكل جديد. فخليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت. بالنسبه للعجين فعندي هنا 400 غرام ديال الفورس و200 غرام ديال الفينو او الطحين السميد الرقيق. عندي معلقه كبيره د الخميره د الحلوى، معلقه صغيره د الخميره الفوريه، معلقه كبيره د زيت الزيتون، 3 د المعالق كبار ديال الزبده، بطبيعه الحال الماء دافي باش نجمعوا العجين، وعندي شويه ديال الملحه. بالنسبه لطريقه العجين غادي نديرو هنايا الخميره د الحلوى والخميره ديال الخبز، غادي نديرو معاها الملحه، كتبقى الملحه حسب الذوق. عندي معلقه تكون كبيره يعني مملوءه جيدا بزيت الزيتون، انا زدت شويه لحقاش ما كانش عندي المعلقه عامره مزيان. غادي نضيف هنايا 3 د المعالق يكونوا كبار ديال الزبده. سمحوا لي راني قابطه التليفون بيدي بجهه لان السيبوره كطيح ليا مره من هذا التليفون. المهم درتهم هنايا في عجانه، ممكن تعجنوا بيديكم ما كاين حتى شي مشكل. غادي نبدا نضيف الماء شويه بشويه يعني تدريجيا حتى يتجمع لينا العجين. لابد ان العجين ما نخليوش يكون مرخي بزاف يعني رطبه بزاف، وما تكونش قاصحه باش ما تعذبناش وحنا كنكونوا كنطلقوا العجينه ديالنا. غادي نحيدها من العجانه وغادي ندير عليها كيف ما كتشوفوا العجينه راها يعني ما قاصحه ما رطبه، يعني العجينه واقفه شويه. غادي نحيدها وغنديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح، وندوزو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي ندير هنايا واحد المقله غندير فيها زيت الزيتون كالعاده، دائما كندير زيت الزيتون في الطياب، ما كنديرش زيت روميه. غندير زيت الزيتون تقريبا واحد 4 المعالق كبار، وغنضيف عليهم هنايا 2 بصلات يكونوا متوسطين اللي مشلضين رقاق. وغادي نضيف عليهم هنا 2 فصوص ديال الثومه، غادي نحكهم. بغيتو تقطعوهم حتى هما قطع صغيره ما كاينش مشكل، انا كنحك الثومه صافي. غادي نخلي البصله حتى تنزل وتحمر شي شويه، عاد بعد نضيف ليها باقي المقادير. عندي هنايا ربعه ديال الكفته د البقري اولا 250 غرام، ما بغيتوش ديروا الكفته تقدروا ديروا لادانت ما كاينش مشكل. انا درت هنا ربعه، الكميه كتبقى نتوما وشنو بغيتو نسكيو د الكفته اللي بغيتو. بالنسبه للتوابل عندي هنايا معلقه ما عامراش بزاف يعني معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ما تكونش عامره فلفل او الاسود او ابزار، ونضيف هنا راس معلقه ديال القرفه، راها ما كتجيش باينه نهائيا في المذاق. غندي هنا شويه ديال السوداني، واحد راس معلقه كيف ما شفتوا معايا كتعجبني هكا شويه. هاد الحشوه تكون زايده نغيزه شي شويه ديال الحروره، بغيتو ديروا هريسه ما كاينش مشكل. درت هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ودائما كندوقوا في الاخير وشنو خاصنا نزيدوا وشنو ناقصنا. غادي نخلط الكفته حتى تدخلها العطريه مزيان. من بعد غادي نضيف هنايا تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، غادي نخلطهم مزيان. في التالي غادي نضيف هنايا بعد ما طفيت البوطه غادي نضيف هنايا شويه ديال الزيتون اللي هكا مقطع، ما زدتش قطعته، خليته كما هكا دويورات. وغادي نزيد واحد الباكيه صغيره ديال الفيرميسيل، انا درت الفيرميسيل هنايا ديال الروز ماشي العادي حيت صراحه ديال الروز ما كتعجنش. غادي نخلطها مزيان مع هاد الحشوه اللي عندي ونخليها تبرد وندوزو باش نطلقوا الرغايف ديالنا. عندي هنايا الزبده وشويه ديال الزيت باش نطلق العجين. غادي نطلقها بحال الا كنطلقوا المسمن عادي، كنسرحوا العجين على سطح العمل.
كما شفتوا بعدا من بعد ما ارتاحت ليا راه شكلتها على شكل كويرات اللي تكونوا متساويين. وغادي نبدا نستعين دائما بالزيت، باش ما نديروش الزيت بزاف، غير شويه غير باش يساعدنا ان العجينه تطلق. غادي نسرحها مزيان وغادي نبدا نورق. غادي نتنيها كيف ما غادي تشوفوا معايا، نتنيها هكا على النص ونعاود نتنيها ونخليها على جنب ترتاح بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. طريقه اللي سهله. غادي نزيد معكم وحده اخرى، دائما الاستعانه بالزيت، وغادي نسرحها كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نطلق كيف ما بحال الاولى، غادي نسرح مزيان. المهم البنات كنتمنىكم، نتمنى الدعم منكم والتشجيع منكم. راه حنا دائما كنديروا مجهودات باش كنحاولوا ندير لكم هكا شي وصفات. بعد المره كنكونوش ناويين نصوروا، كنمشيو نتقداو باش نحط لكم وصفات هكا ونشاركوهم معكم. كنتمنى الدعم منكم والاشتراك وتبارطاجيو القناه باش هكا تكبر العائله. ندوزو للطريقه. من بعد ما سرحتهم بنفس الطريقه، عندي هنايا الفرماج الاحمر محكوك والحشوه. بغيتو ديروا داك الفرماج ديال الساندويتش الكاري، تقطعوه على شكل طولي وديروه. دابا هنا غادي ناخذ الزيت وغادي نسرح العجينه بحال هكا على شكل مستطيل. طريقه اللي جد سهله وكيجي المسمن مورق، وكيجي في نفس الوقت كيجي مورق وبنينه. البنات هاد الوصفه هذه جربوها على ضمانتي، كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بزاف. خاصكم ولا بد تجربوها، وراه ما فيهاش بزاف ديال المكونات، سهله سهله. بغيتو ديروا صدر دجاج يعني كفته ديال الدجاج، بغيتو ديروا صدر دجاج مقطع صغير اللي بغيتو. هنا درت الزبده، غير شويه الزبده باش هكا المسمن يجيني مورق. صافي غادي ناخذ دابا الحشوه وغادي نبقى نستفها على شكل طولي. كيف ما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم الغزالات ديالي انا القناه محتاجاها. كنتمنى منكم انكم يعني ما تخسروا والو. شفتوا الفيديو خليو لي لايك، خليو لي تعليق، ما فيها باس انكم تساعدونا. راه اللي دار شي حاجه فغاديريها لله لوجه الله، غادي يديرها فربي غادي يجازيه. فالله يخليكم، فعاونونا دعمونا، بارطاجيو القناه ديالنا. المهم هنايا من بعد ما قديت الحشوه هكا على شكل طولي، درت الفرماج الاحمر. ما بغيتوش ديروا فرماج احمر تقدروا كما قلت لكم الفرماج ديال الساندويتش تقطعوه شكل طولي وتستفوه. دابا غنبقى نرولي العجينه كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. غنبقى نرولي على شكل باغيط، غنبقى نرولي حتى نوصل للحاشيه ديال العجين. كما كتشوفوا الطريقه سهله يا البنات. دابا غنجيب واحد الصفيحه ديال الفرن، بغيتو ديروا فيها ورق ديال الفرن ديروا فيه ديال ورق الطهي، ما بغيتوش تقدروا تدهنوها بالزيت. واللي خافت تلصق ليها تقدر تفرش ورق ديال الطهي، ما كاينش مشكل. طبيعه الحال غادي نعاود معكم مره ثانيه باش تشوفوا. كنطلق العجينه، كندير الزبده واحد الكميه لا باس بها في الزبده باش كيجينا كما قلت لكم العجين مورق، ما كيجيناش هكا مدقص. غادي نستف الحشوه كيف ما شفتوا وندير الفرماج وغرولي على شكل باغيط. بطبيعه الحال هنايا انا سخنت الفران على سمحوا لي على درجه الحراره 200 وخليتهم حتى يسخن الفران مزيان. من بعد دهنتهم بالبيض. الا بغيتو ديروا صفار البيض، انا صراحه ما كنبغيش نضيع البيضه كامله، كنديرها كامله رغم ذلك كيخرجوا محمرين. غادي تشوفوا النتيجه في الاخير. غادي ندهنهم الا بغيتو غير بالصفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب دهنوهم. انا درت غير البيضه كامله طربتها ودهنتهم مزيان من الجوانب كيف ما كتشوفوا. وغندخلهم الفران على درجه الحراره كما قلت لكم 200، وغنديرهم غير من الوسط. الفران يكون مشعل من التحت ومن الفوق حتى يتحمروا لنا مزيان. ما نعطيهمش العافيه بزاف باش يجيونا مقرمشين وزويونين. من بعد ما دهنتهم بالبيض غادي نرشهم بالخشخاش كما كتشوفوا الخشخاش، اولا لا بغيتو ديروا الزنجلان، كتبقى لكم الاختيار ديال التزيين كيف ما بغيتو.
صافي غادي ندخل الصفيحه ديالي للفرن حتى نخرجهم نوريكم الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا المسمنات بريستيج كيجيو على هذا الشكل هذا محمرين ولذاذ. الاهم انهم لذاذ وما غتشبعوش منهم، وانا متاكده انهم غادي يعجبوكم. الحشوه بالنسبه للكفته كتبقى دائما اختياري، نتوما ما بغيتو. شوفوا كيجيو محمرين من كل الجوانب، واخا درت لهم بيضه كامله فما كنبغيش انا الصراحه نضيع داك البيض. صافي كيف ما كتشوفوا التزيين كيبقى اختياري. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون نفدتكم وعجباتكم الوصفه، نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك في القناه باش توصلكم كل ما هو جديد، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وصفه جديده ورمضان مبارك سعيد. بسلام عليكم.